في العراق أحداث فيها داعش جماعة من أجمع العالم كله على أنها جماعة إرهابية، إجماع عالمي، بما في ذلك ما يسمى بعلماء الجهاد، وقد أنكر عليها أفعالها أيمن الظواهري وأبو قتادة وأبو محمد المقدسي وغيرهم كثير. ثم فهي جماعة خارجة عن الإجماع، لا أقول الإجماع الدولي أو العالمي أو البشري، ولكن خارج عن الإجماع حتى فيما يخص بما يسمى بعلماء الجهاد. القاعدة هو مشروع وجهة نظركم؟ لا علاقة لهذا بذاك. أنت سألتني عن داعش وقلت لك داعش خارج الإجماع، خارج الإجماع العالمي. هي جماعة إرهابية تمارس العنف والقتل في أبشع صوره باسم الشريعة الإسلامية، وتطبق الحدود والقصاص حسب نظرها وما ينبغي لها ذلك، لما أصلا تطبيق الحدود لا يجوز في الحرب كما هو معلوم. ثم بعد ذلك الغلو في إراقة الدماء والغلو في التفجيرات والقتل كذا، كل هذا خارج عن أدبيات القتال يعني. أنا مع النظرة الشرعية التي يتبناها المجلس العلمي الأعلى في المملكة المغربية وكل المجامع العلمية في البلاد، فما رآه علماء المغرب حقا فهو إن شاء الله حق، وما رآه غير ذلك فهو غير ذلك. فأنا كما لا يخفى عليك إمام رسمي في مساجد المملكة المغربية، ولا يمكنني أن أتبنى أي فكر نشاز أو أي تصور معين لما يخالف الإجماع الوطني والإجماع العلمي في المملكة.